في قرار مفاجئ وصادم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفرض أكبر حزمة جمركية منذ عقود، تضمنت 182 دولة اعتبارا من الثاني من شهر أبريل الجاري. الجزائر لم تكن بمنأى عن حركة ترامب، فالرسوم الجمركية على الصادرات القادمة من الجزائر بلغت نسبة 30% في الوقت الذي تفرض فيه الجزائر رسوما بقيمة 59% على المنتجات الأمريكية. الرسوم الجمركية، وبالتالي فإن التأثير الأكبر هو التأثير الغير مباشر في الحقيقة اللي يقدر يسبب لنا تقلص إيرادات الجزائر من العملة الصعبة، بعد ما من الممكن أو المتوقع أن تتراجع أسعار المحروقات، وبالتالي تراجع مداخيل الجزائر من العملة الصعبة من المحروقات. بالنسبة للسلع الأخرى كالحديد، الأسمدة والإسمنت والتمور تتأثر مباشرة في الحقيقة، ولكن التأثير هذا يبقى على مستوى المؤشرات الاقتصاد الجزئي الخاصة بالقطاعات هذه في حد ذاتها، اللي راح ممكن تتأثر المبيعات تاعها. قيمة المبادلات التجارية بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية لا تتجاوز 3 مليارات دولار. أما عن السلع التي تصدرها الجزائر لأمريكا وقيمتها المالية فيلخصها الخبراء فيما يلي: الجزائر تصدر 3 ملاير و100 مليون دولار، 150 مليون دولار، وتستورد مليار و200 مليون دولار، يعني المجموع يعني 4 ملاير و700 مليون دولار. في التصدير على راسهم كاين المحروقات 2 ملاير و500 مليون دولار. كاين في المادة الثانية هي الحديد والصلب، 300 مليون دولار. عندنا ثاني الأسمنت كلينكير تقريبا 80 مليون دولار. عندنا تومور 10 ملايين دولار. وعندنا العجلات 6 ملايين دولار. ضربة موجعة، ترامب يفتح فصلا جديدا في الاقتصاد العالمي.